السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم. أنا عاوز أسألك سؤال وعاوز أسألك سؤال وما تجاوبوش عليا بسرعة. من كام يوم مثلا أو حتى من كام ساعة، هل قلتوا لنفسكم الجملة ديت؟ يا ترى هل أنا لسه حاسس؟ يبقى أنا لسه مخفتش، أو هي الفكرة رجعت تاني يبقى العلاج فشل، أو أنا لسه متوتر يبقى أنا مش بتحسن. لو الجمل ديت بتتكرر جواكم فأنا عاوز أقول لكم يمكن انتوا مش واقفين مكانكم ولا حاجة، لكن يمكن بس بتقيسوا الحاجة الغلط. خليني أوضح لكم الكلام بتاعي ده. تخيل معايا وتخيلي معايا إن واحد بدأ يروح الجيم، أول يوم، تاني يوم، تالت يوم، بعد 4 أيام وقف قدام المراية وقال ليه جسمي ما تغيرش؟ راح بعدها مبطل التمرين. هل المشكلة إن التمرين مش شغال؟ ولا المشكلة إنه استعجل يقيس النتيجة؟ طيب، إيه الفرق بينه وبين مريض الوسواس هنا؟ كل يوم بيحاول يطبق العلاج، ده مريض الوسواس، لكن كل ساعة يروح يبص في مراية تانية، مش مراية جسمه، مراية إحساسه. يقول لنفسه هل أنا لسه قلقان؟ هي لسه الفكرة موجودة ولا لأ؟ هو ليه الإحساس مرجعش طبيعي؟ ويبدأ برضه يكرر، يا ترى هو أنا خفيت؟ أنا هنا عاوز أقول لكم حاجة. ممكن تكون الجملة ديت سمعتوها قبل كده، وممكن تكون أول مرة تسمعوها. المتعافي الحقيقي نادرا ما يقيس إذا كان متعافيا. يعني الشخص المتعافي الحقيقي اللي خف بجد نادرا ما بيفضل يقيس لنفسه ويشوف يقول يا ترى أنا تعافيت من الوسواس أو لأ. لأن الإنسان لما بيكون عايش حياته مش بيفكر كل ساعة هل يا ترى أنا طبيعي؟ هل يا ترى أنا اتحسنت؟ بالعكس، ببساطة هو بيعيش حياته. لكن الوسواس خلاك تفكر إن التعافي إحساس. الوسواس خلاك تفكر وخلاك تفكري إن التعافي في حد ذاته إن أنا أبدأ أحس. لأ، الموضوع مش كده أصلا. لأن التعافي هو طريقة الحياة نفسها. يعني التعافي الحقيقي إن الإنسان يكون منغمس في حياته ومش حاصل له أي تعطيل من أي نوع. أنا عارف إن في حد دلوقتي بيقول طب ما أنا لازم أعرف إذا كنت بتحسن ولا لأ، وده سؤال منطقي جدا. لكن خليني أسألك أنا سؤال. لو كل ساعة جيت على شجرة مزروعة وجيت تبص على الجدر بتاعها وتكشفه من التراب وعايز تشوفه بينمو ولا لأ، من وجهة نظرك إيه اللي هيحصل؟ الشجرة دي أو البذرة اللي انت زرعها دي مش هتنمو أبدا. وده بالظبط اللي انت بتعمله مع نفسك. كل يوم تحاول تتغير، لكن كل ساعة تفتح العلاج وتفحصه. هل يا ترى اشتغل ولا لسه؟ يا ترى هو أنا خفيت ولا لسه؟ هو الإحساس رجع ولا لأ؟ وإنت فاكر إنك بتقيس التحسن، لكن الحقيقة إنك بتقاطع التحسن وبتعطله من غير ما تشعر. خليني أحكي لكم موقف بيتكرر مع كتير من مرضى الوسواس، يمكن يكون حصل معاكم. مثلا الإنسان يصحى الصبح يحس إنه أهدى من امبارح، يقول لنفسه الحمد لله شكلي بدأت أتحسن. تكمل يومك تمام وفجأة تيجي الفكرة الوسواسية، وفي نفس اللحظة بدل ما تقول دي فكرة وخلاص، تلاقي أول سؤال طلع في دماغك هو إيه ده؟ أنا مش كنت بدأت أخف؟ ومن هنا كل حاجة بتتغير. تلاقي نفسك بتقف، تلاقي نفسك بتراجعي نفسك، بتراقبي إحساسك، تبدأ تقارن بين النهاردة وامبارح. وفي اللحظة دي بتنسى تماما إنك من 5 دقايق كنت عايش حياتك وما كانش عندك أي مشكلة. طيب ليه ده بيحصل؟ لأنك ربطت التعافي بغياب الفكرة. ربطت التعافي بأن الفكرة لازم ما تهاجمنيش، وده أكبر فخ. انت في اللحظة دي مش بتختبر العلاج، انت بتختبر إحساسك. وياريت تفهم الحتة دي كويس.
وده فرق كبير جدا، لأن العلاج يقاس بالسلوك، يعني يقاس بأن يومك ما تعطلش. أما الوسواس فبيخليك تقيس الإحساس نفسه. خليني أوضح لكم اللي فات دوت بمثال. هنفرض مثلا إن واحد كان عنده كسر في رجله وبدأ يتعافى منه، فالدكتور هيقول له امشي مثلا كل يوم 5 دقايق، ونقول إن الشخص ده فعلا بدأ يمشي. لكن كل 3 خطوات يقف ويبص على رجله ويقول هي رجلي لسه بتوجعني ولا لأ، وبعد كده يمشي 2 خطوات ويقف تاني، يا ترى رجلي لسه بتوجعني. هل هو كده مركز على المشي ولا مركز على الوجع؟ أكيد هو مركز على الوجع. وده بالظبط اللي بيعمله مريض الوسواس. بدل ما يركز إنه بيعيش حياته، كل شوية يقف يبص جوه نفسه، لسه قلقان، لسه الفكرة موجودة، لسه الإحساس غريب. في اللحظة دي بقى أنا عاوز أقول لك معلومة مهمة جدا، وعاوز أقول لك برضو نفس المعلومة. في العلاج النفسي في فرق كبير بين حاجتين: التحسن والإحساس بالتحسن. يا ريت نفرق ما بين الحاجتين دول، لأن دي نقطة ناس كتير بتتلخبط فيها. لأن ممكن تكون فعلا بدأت تتحسن لكن لسه مش حاسس، وممكن تحس يوم كامل إنك ممتاز وكويس، وبعدين تاني يوم ترجع الأفكار. هل ده معناه إنك رجعت لنقطة الصفر؟ لأ. خليني هنا أسألك سؤال وأسألك سؤال. لما طفل بيتعلم يمشي، هل بيقع؟ طبعا. هل كل وقعة معناها إنه نسى المشي؟ لأ، ده جزء من التعلم. طيب ليه لما الوسواس يرجع يوم تقول أنا ضعت، أنا رجعت زي الأول، العلاج فشل؟ الحقيقة أنت مش بتدي لنفسك فرصة تشوف الصورة الكبيرة. أنت كل شوية بتاخد لقطة وبتحكم على الفيلم كله من لقطة واحدة، ودوت في حد ذاته ظلم لطريق التعافي. أنا عايزك وعاوزك تعملي تجربة معايا، مش دلوقتي بس، من أول ما تخلصوا الفيديو. كل مرة يجي في دماغك أو في دماغك السؤال اللي هو أنا يا ترى اتحسنت، بدل ما تجاوبي اسألي نفسك سؤال تاني: أنا عملت إيه النهاردة رغم وجود الوسواس؟ لأن اللي احنا محتاجينه العمل وليس الشعور بالإحساس. يعني الأفضل تقول لنفسك أنا عملت إيه النهاردة، بدل ما أفضل أسأل نفسي أنا اتحسنت ولا لأ. لأن بين الاتنين فرق ضخم. يعني بدل ما تسأل أنا حاسس إيه، اسأل أنا عشت إزاي. ممكن تقول خرجت، ممكن اشتغلت، ممكن صليتي، ممكن ذاكرتي، ممكن قعدت مع أولادك، كلمت صاحبك، يعني كملت شغلك أو كملت اللي في ايدك رغم إن الفكرة كانت موجودة. شايفين بقى الفرق؟ السؤال الأول يخليك تدخل جوه دماغك، السؤال التاني يرجعك لحياتك. ودي نقطة مهمة جدا. ليه؟ لأن في ناس كتيرة كانوا يقولوا أنا لسه بحس بالوسواس، لكن لما نبص على حياتهم نلاقيهم رجعوا الشغل، رجعوا الدراسة، رجعوا يسافروا ويخرجوا ورجعوا يعيشوا. يعني التعافي كان بيحصل، لكن هم كانوا باصين على المكان الغلط. الجملة بقى اللي أنا أتمنى كل مريض يحفظها، وهي إن التعافي مش إنك تبطل تحس، التعافي إن الإحساس يبطل يوقف حياتك. ودي الجملة اللي أنا نفسي تفضل معاك ومعاكي بعد حتى ما تقفلوا الفيديو وتكرروها كتير، وهي إن التعافي مش إنك تبطل تحس، التعافي إن الإحساس يبطل يوقف حياتك. وهنا ممكن واحدة أو واحد يسألني سؤال ويقول لي طيب لو أنا فعلا بطلت أقيس إحساسي، إيه هو الشيء اللي أنا أقيسه؟ إزاي أعرف إن أنا ماشي صح في الطريق الصح؟ وإزاي أعرف إن أنا كنت ماشي صح؟ خليني أقولك على حاجة، وخليني برضو أقولك على حاجة يمكن تكون أهم حاجة في الفيديو كله، وأتمنى تسمعوها للنهاية. تخيل إن في شخصين، الاتنين عندهم نفس الوسواس ونفس شدة القلق ونفس الأفكار، تمام؟ أول واحد صحى الصبح جاله الوسواس، فضل ساعتين يراجع نفسه ويحلل ويقيس ويفتش، وفي آخر اليوم قال أنا تعبان. طيب الشخص التاني صحى الصبح جاله نفس الوسواس،
جاله نفس الإحساس، لكن لبس هدومه ونزل شغله، راح النادي، كلم صاحبه، وبعد كده بعد ما خلص يومه رجع البيت. والوسواس في اللحظة دي كان بيطلع وينزل معاه طول اليوم، وفي آخر اليوم قال لنفسه كان يوم متعب بس أنا عشته. دلوقتي مين فيهم أقرب للتعافي؟ طبعا الإجابة واضحة. يعني بالرغم إن الاتنين كان عندهم نفس الإحساس، لكن واحد كان بيعيش علشان يراقب إحساسه، والتاني كان بيسمح للإحساس إنه يفضل موجود وهو يكمل حياته. ودي نقطة مهمة جدا، لأن التعافي الحقيقي مش بيبدأ لما الوسواس يختفي. التعافي الحقيقي بيبدأ لما حياتك ترجع تتحرك حتى لو الوسواس لسه موجود. خليني أقولها بطريقة تانية. زمان الوسواس كان هو اللي بيحدد يومك. لو الفكرة موجودة يبقى اليوم باظ، لو القلق عالي اليوم اتلغى، لو الإحساس غريب يبقى مش هخرج، مش هشتغل، ومش هذاكر. لكن في التعافي ايه اللي بيحصل؟ الأدوار بتتبدل، انت اللي بتحدد يومك، وانت برضو اللي بتحددي يومك، والوسواس بيكون مجرد راكب مش هو السواق. علشان كده ركز في التشبيه ده وركزي معايا في التشبيه ده. لو مثلا انت او انتي ركبتوا اتوبيس، وفي راكب في الاتوبيس دوت مزعج بيتكلم بصوت عالي، هل السواق هينزل كل الركاب علشان يسكته؟ لا، هيكمل طريقه والراكب يفضل يتكلم. الوسواس هو بقى الراكب ده، كل ما حاولت تسكته هتضيع الرحلة، لكن كل ما كملت طريقك هيفقد تأثيره تدريجيا. وفي هنا بقى جملة أتمنى برضو تحفظوها كويس لأنها مهمة. مش مطلوب منك تسكت الوسواس، ولا مطلوب منك تسكتي الوسواس، مطلوب منكم ما تخلوش الوسواس يسكت حياتكم. طيب انت دلوقتي ممكن تسألني او انت ممكن تسأليني، طيب لو انا فشلت، لو انا رجعت اقيس احساسي تاني؟ هقولك وهقولك هترجع، اكيد هترجع، لان ده عادة اتبنت على مدار شهور او سنين. لكن كل مرة تكتشف انك رجعت تفحص لكن ما كملتش الفحص، انت في الحالة دي بتكسب مش بتخسر. وانت برضو في اللحظة اللي هتكتشفي فيها انك رجعتي تفحصي او رجعتي تقيسي الاحساس ووقفتي في اللحظة ديت، انت برضو كده بتكسبي مش بتخسري. عاوز اقول لكم ان التعافي مش انك ما تغلطش او انك ما تغلطيش. التعافي انك كل مرة ترجع للطريق اسرع من المرة اللي قبلها. يعني كل مرة انت بتفحص فيها، كل مرة انت بتقيسي فيها، تلاقي نفسك رجعتي اكتر لوضعك الطبيعي، انك ما تفحصيش او انك ما تراجعيش. هو دوت طريق التعافي الحقيقي. احنا بنقيسه مش ان الاحساس يروح، بنقيسه بان الفحص يقل، بان المراجعة تقل، وبعد كده تختفي تماما والإنسان يرجع يعيش حياته بشكل طبيعي. في الختام أنا مش عايزك بعد الفيديو ده ولا عاوزك بعد الفيديو دوت تدخلي تختبري نفسك، ومش عايزك تقعد تراقب بقى يا ترى هل أنا اقتنعت بالكلام ده ولا لأ، طيب يا ترى هل أنا حسيت بحاجة، طب يا ترى الفيديو دوت أثر فيا ولا لأ. لأنك لو عملت كده أو أنتي عملت كده هتبقي طبقتي الوسواس على الفيديو نفسه. أنا عاوز منكم حاجة واحدة بس، وهي بكرة إن شاء الله، يعني بعد ما بتسمع الفيديو دوت، بكرة بقى إن شاء الله أول ما تصحى من النوم، لما الوسواس يهمس في ودنك، لما الوسواس يهمس في ودنك ويسألك يا ترى أنت لسه حاسة ولا لأ، مش عايزك تجاوبي ولا عاوزك تجاوب. أنا عاوزك تسأل نفسك سؤال واحد، وأنت برضو تسألي نفسك نفس السؤال. إيه هي الحاجة اللي أنا كنت هعملها دلوقتي لو السؤال ده مجاش؟ وبعدين اعمل الحاجة دي. حتى لو الوسواس فضل يتكلم اعملي برضو الحاجة ديت، لان مع الوقت مش اللي هيتغير هو الوسواس الاول، اللي هيتغير هو علاقتنا بالوسواس. ولما علاقتنا بيه تتغير ساعتها هيبدأ تأثيره يضعف علينا. بكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. أتمنى يا رب الشفاء للجميع. كان معكم محمد طاهر، والسلام عليكم.